يا ريت لو بترمي قشر الموز اوعي ترميه تاني بعد الفيديو ده، لاننا هنعمل منه وصفة من اقوى الوصفات العلاجية للشعر. يعني لو شعرك فيه تساقط او خفيف او فيه فراغات او فيه تقصف او فيه هيشان، الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة دي هتكون حل لكل المشكلات اللي احنا قلنا عليها. يا ريت يا جماعة تشتركوا معايا ونكمل مع بعض الفيديو للنهاية. حابة اقول لكم الاول ان قشر الموز زيت قوي جدا بيغذي الشعر، ولانه غني بالفيتامينات والمعادن اللي بتقوي الشعر من الجذور. معانا هنا 2 حبة من الموز او 3 او اكتر زي ما انتم حابين. معانا هنا قرنفل مسمار، ومعانا هنا كمان قرفة عيدان، ومعانا زيت يكون زيت طعام مفيش مشكلة، بس نوع يكون نوعية نظيفة من زيت الطعام. هناخد كوباية من زيت الطعام، وهناخد طبعا قشر الموز وهنقطعه وهنحطه في حلة صغيرة مع عيدان القرفة والقرنفل وكوباية من الزيت. بعد كده هناخدهم وبعدين هنرفعهم على النار وهنسيبهم يغلوا كويس جدا لحد لما تحسوا كده ان قشر الموز اتحمر معانا، يعني تحسوا ان قشرة الموز نشفت معاكي جوه الزيت. هنطفي عليه النار وهنستنى لما درجة حرارته تهدأ شوية، وبعدين هناخده ونبدأ ان احنا نصفيه في ازازة. الازازة يكون فيها برضو عيدان من القرنفل مسمار زي ما انتم شايفين كده. وفايدة هنا قرنفل المسمار ان هو هيدي الزيت ريحة حلوة جدا، وهيمتص اي روايح تانية لو موجودة في الزيت مش كويسة. هنا حطيناه في الازازة بتاعتنا وقفلنا عليها طبعا. وعايزة اقولكم ان القرنفل بنحطه والزيت دافي، الزيت ما يكونش بارد، لا يكون دافي علشان يطلع الريحة اللي فيه. اقول لكم بقى هنستخدمه ازاي. هنستخدمه من 2 ل3 في الاسبوع. هنعمله حمام زيت يا بنات ونسيبه على الشعر من ساعة لساعتين. وياريت بقى تلبسي كيس او تلبسي بونيه زي ما انتي حابة، وتفركيه كده بايدك في فروة الشعر، وبعدين هتغسليه وهتحسي بفرق كبير جدا مع اول استخدام، وكمان هتلاقي نتائج مبهرة مع الاستمرار عليه ان شاء الله. يا بنات هنعمل مع بعض وصفات حلوة جدا للبشرة وللشعر وللجسم كله. يا ريت تكتبي لنا في التعليقات مشكلة شعرك ايه، ولو حابة فيديو عن اي حاجة اكتبي لنا، او عندك مشكلة خاصة بيكي سواء بشعرك او ببشرتك تكتبيها لنا وان شاء الله هنعمل لك عليها فيديو. لكن امانة عليكم اذا كنتم وصلتم معايا لحد هنا، امانة عليكم اسألكم عليها يوم الدين تصلوا على رسولنا الكريم في التعليقات.